خلونا نرجع لورا شوي. قبل أكثر من سنة تم تجميع هالفريق من مقدمين ومعدين، كلهم وافقوا على العرض اللي ياهم قبل حتى لا يعرفون شنو طبيعة البرنامج. كأنهم وقعوا تشيك على بياض. كل اللي يعرفونه إن في برنامج يومي مسائي على نمط التوك شو، وبدينا من تحت الصفر. بقول لكم الحين عن شيء ما شفتوه في برنامج الراي. ترى طافت سنة كان منهم 6 شهور تدريب وإعداد سبقوا الانطلاقة. خلال هالفترة تكونت علاقة أخوية جميلة تربط هالفريق. أعتقد أن هذه العلاقة أحد أهم عناصر النجاح فيه، وهي اللي تميز البرنامج. أقدر ألمس طبيعة هالعلاقة الجميلة في الشاشة وحتى ورا الشاشة، وهي أجمل ما تكون في شيء ما شفتوه من برنامج الراي. 1.5 ساعة اللي تشوفونها 4 أيام في الأسبوع تاخذ زمن في التحضير ما لا يقل عن 14 ساعة. يشتغل عليها أكثر من 40 شخص، ما بين تحرير وإعداد وتنفيذ وتقديم ومتابعة وإشراف ومخرجين وفنيين وغيرهم. 14 ساعة اللي يقدمونها يوميا في البرنامج ترى ما تمر بسهولة، ولأن الهدف اللي قدامهم هو البحرين، فطلع الشيء جميل مثل ما شفتوه. هالشباب كل واحد فيهم له قصة، ما أدش عليهم في المكتب إلا ولاقي الفوضى والضحك والغشمرة والجدية بعد مع بعض، وبعدين يطلعون لنا بشيء حلو. ببتدي معاكم من لولوة الرقيقة المثقفة اللي الكتاب عادة ما ينزل من يدها. تحب التصوير وايد وحريصة على أنها تتعلم وتتعلم وتتعلم. اللي ما تعرفونه عن لولوة والشيء اللي ما تشوفونه أنها تعتبر مخزن الأكل بالنسبة للشباب. ما في أحد يعان إلا ويلجأ لها علشان تنقذها بشنطتها وبمكتبها اللي دايما ما يخلون من البهانيس. عاد شنو البهانيس؟ خلي الأوليين يعلمونكم. أما فواز صدق هو آخر الأعضاء اللي التحقوا في الفريق، وهو صدق دايما آخر واحد يوصل المكتب، لكن أول واحد ينزل في الاستوديو، وما عنده مشكلة يسولف في أي موضوع لأن أكيد يعرف عنه ولو شيء بسيط. وأكثر واحد سوى مواضيع عن الحظاير هو فواز، وما أدري إيش علاقته في البحر. أما هدى فأكثر وحدة تعصب، طبعا عصبيتها من حرقتها على الشغل، بس قلبها بيض مثل هالورقة البيضاء. هدى لها مهمتين في نفس الوقت، تعد فقرات مميزة وخطيرة، وتشتغل بعد في التنفيذ لين نص الليل، وتترك بنتها الوحيدة عشان البرنامج، وهي حين مو موجودة معانا، مسافرة والله يردها لنا بالسلامة. ولو رحنا لزينات، زينات دائما تحسها تجيب النودة وهي داشة بهدوء طول الوقت، كله تحكي عن بنتها رنين، بس حبها وجديتها في عملها وإخلاصها للشغل خلاها تضحي وتعطي من وقت رنيم حق البرنامج، وتنشغل بإعداد وايد من الفقرات الحلوة اللي شفتوها. تقريبا أعدت في كل المواضيع. هذه زينات. أما منار الشخصية اللي ما تحب تطلع صورتها. من الفجر طحنا على الفريق، تطلب أسماء الضيوف، أرقامهم الشخصية، أرقام سياراتهم، عشان تسوي لهم تصاريح الدخول لمبنى التلفزيون. وان تأخروا كومت الدنيا وما قعدتها. بس للأمانة منار من الناس اللي تحب شغلها وايد، ومرات تداوم حتى وهي مريضة. بسام، وما أدراكم ما بسام. بسام كان يقدم تقارير في نشرة الأخبار، بس في شيء خلاني أقول هالولد له قبول يدش القلب. بسام مدمن أشعار وأغاني، ويحب يشوف الأفلام بكل أنواعها، خصوصا القديمة، رومانسي بشكله وبذوقه، ودائما يفاجئنا بتقاريره المبدعة من اللي ممكن نقول عنهم إنهم يفكرون خارج الصندوق، واللي كل فكرة فيها تختلف عن الثانية. اللي قاعد على يمينه المكتب اللي يم سارة، طبعا تعرفونها، أصغر عضو في الفريق، ومو بس أصغر عضو في الفريق، أكثر عضو في الفريق بعد. حريصة وايد على شغلها، تقرأ كل كلمة وتسوي سيرش عن كل فقرة تقدمها. وطبعا سارة دقيقة جدا، ما تي المكتب إلا وتعدل الأغراض اللي قدامها بالمليمتر. ووايد من الفقرات اللي سوتها سارة انتشرت في السوشيال ميديا. ولو رحنا لهيفاء، أكثر شخص قرقي، تكلم في التليفون، تقوم بترتيب الضيوف، وشعلة البرنامج اللي ما تنطفي،
طبعا هيفاء مدمنة جيم، رياضية من الدرجة الأولى، ومدمنة بعد قهوة كوفي، ومرات تطق الفريق حتى بالأوراق، بس في النهاية تطلع فقرات من تحت الأرض وجريئة في أفكارها. وأي تقرير غريب شفتوه في البرنامج عرفوا أن هيفاء وراه. أما حذيفة فأكثر شخص ياكل ودائما يوعان، بس نقدر نقول عنه الدينامو في البرنامج، ما يقدر يتركه لحظة واحدة، وياما رقد في المكتب أو في السيارة من التعب لأنه يدرس ويشتغل في نفس الوقت. وياما هاوشته وقلت له ترى بعلم أمك، حاسب وانت تسوق. حذيفة أكثر واحد يعد فقرات الفريق اللي يخاف منها الفريق لأنها ممكن توديه في داهية. ولو انتقلنا لفريق المونتاج أكيد بنتكلم عن حسام. حسام أكثر شخص ملتزم بدوامه، ورغم أن البيت عنده شيء مقدس ومستحيل يطوف الغداء في البيت، لكن سواها عشان برنامج الرأي. عنده نظرة بريئة وتكسر الخاطر وتخليك تتنازل عن كل شيء، بس الحق ينقال. مبدع في المونتاج ويحب شغله، وعنده أفكار هم بعد خارج الصندوق. أما حامد فأكثر شخص يحب يسولف، ولازم يعطيك كل المعلومات اللي عارفها. يشتغل بحب وبشغف، ودائما يحاول يطلع الأحسن ويعيد الشغل لين يرضى عنه. ما رح ننسى سميش وغلام في قسم الجرافيك، كل الشغل الحلو طلع من تحت يدهم، مساكين دائما مضغوطين لأن الشعب كله فوق راسهم، وكل واحد من هالفريق يبي يخلص شغله بسرعة وياه، فنتفوهم. هالفريق مروا في ناس وايد لهم بصمات لا يمكن إنكارها، منهم إيمان مرهون، منهم خالد سميرات، علي حسين، المخرجة ليلى ومهند، وما ننسى رئيس تحرير البرنامج السابق محمد المحميد، والمذيع والمشرف عليه إبراهيم التميمي. في ناس مروا عليه مثل المخرج عمر سليس، وفي ناس مروا ممكن إن شاء الله تمون بعد معاه عصام المصور المبدع اللي أتنبأ له بمستقبل واعد، وفي المخرجين نزار بوهزاع وراشد الهاجري. هذه فريق برنامج الرأي. حبيت تعرفون من كان وراء الساعة والنص اللي تشوفونها كل يوم؟ شنو الشيء اللي ما شفتوه في برنامج الرأي؟ فريق ولا أروع من عيالكم، عيال البحرين، جمعهم حب الوطن وحب العمل، فكان الرأي اللي هو ثمرة هذا الحب.